بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ بندر بن محمد السليم، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، فطاب اللقاء بكم، فسعدنا بحضوركم، أدام الله المحبة بيننا. سيتفضل سعادة الأستاذ بندر بن محمد السليم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الإحسان إلى الإحسان، وهكذا تعلمناه من ديننا. فلأعضاء المنتخب السعودي الشكر والتقدير والإحسان لقاء ما قدموا من جهد وعطاء تمثل في تحقيق المراكز التي شرفتنا دوليا.
رجال المستقبل القادم بإذن الله يحظون من الاتحاد السعودي بشرف التكريم والتقدير بقاء ما قدموا وعملوا وبذلوا واجتهدوا. يتفضل رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بتكريمهم لحصولهم على المركز الثاني في البطولة العربية بالأردن الشقيقة، وهم محمد مساعد شريف، بوشليبي، من عمل وجد واجتهد وأعطى بلا كلل أو ملل يستحق التكريم. مدرب المنتخب السعودي يوسف ربيع، المنتخب الاستاذ عماد النامي، ويتواصل العطاء لكل من يستحق العطاء. تكريم فريق كرة الطاولة بنادي الاتحاد الحاصلين على المركز الأول في بطولة الأندية الخليجية 29 بدولة الكويت، والمركز الثاني
هذا تكريم الدرع ده تكريم مسؤول اي درع اي درع بس لا درع لا تكريم هذا الخذلان الرجل الأول عن الإنجازات السعودية الأستاذ عبد العزيز الطاهر. شهادة من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة. شكرا سعادة رئيس الاتحاد. إنه ليوم جميل يزداد به هذا الجمال بحضوركم أيها الضيوف الكرام، ويزداد به هذا الجمال بهذه الإنجازات للمملكة العربية السعودية التي تحظى رياضتها بدعم سخي من قائد مسيرتنا أطال الله في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي العهد، وبدعم كبير من الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز. يتفضل سعادة الأستاذ ناصر الخذلان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لكرة الطاولة باسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكافة منسوبي الاتحاد نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياض على استضافة هذه البطولة. درع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بإدارة نادي الرياض تقدير لدورها الرائد في استضافة بطولات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يتسلمه نيابة عن النادي الأستاذ عبد العزيز الراشد. مساعد أمين عام النادي. درع مقدم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للملاعب الرياضية السعودية تقديرا لدورها الرائد في تغطية فعاليات كرة الطاولة بالمملكة يتسلمه نيابة عن القائد الأستاذ طلال الجبير.
في بطولة الفردي المقامة لأول مرة على هامش بطولة كأس الاتحاد، يتفضل نائب رئيس الاتحاد بتكريم اللاعبين وهم اللاعب علي الخضراوي، اللاعب نايف البدعي، عبد العزيز العباد، شكرا سعادة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ ناصر خفلان. الآن مع تكريم قائد بطولة كأس الاتحاد والمباراة النهائية، حكام هذه المباراة وهم الحكم العام الأستاذ صالح الجهني، يتفضل رئيس الاتحاد السعودي بتكريمهم. الأستاذ صالح الجهني، الأستاذ الحكم المساعد سلمان العتيبي، الأستاذ إبراهيم العتيبي، والأستاذ فهد الدلبي. مع تكريم الفرق الفائزة، نادي الفتح المركز الثالث، عذرا لمن عتب على النظر. النادي الأهلي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد
الأستاذ مهنا العباد يتفضل باستلام تكريمه من رئيس الاتحاد. الأستاذ صالح الطيبير، الأستاذ صالح الراشد. مع بطل وأبطال هذه البطولة والحاصل على المركز الأول وكأسها فريق الاتحاد. كأس والميداليات الذهبية ومبلغ مالي مقدم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة قدره 15,000 ريال. كأس البطولة لمن يستحقه فريق نادي الاتحاد. بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
إذا مشاهدينا الكرام كما شاهدتم تتويج الاتحاد أو فريق نادي الاتحاد بطلا لكأس الاتحاد العربي السعودي لكرة الطاولة بتواجد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ بندر السليم. أيضا لازلنا متابعين معكم أيضا تتويج الفرق الفائزة مع نادي الاتحاد فريق الفتح وأيضا فريق نادي الأهلي. أعضاء مجلس الاتحاد مشكورين لمنصة التتويج يتقدمون. نشاهد الصورة الجماعية التي تجمع ناديي الاتحاد والأهلي والفتح بتواجد الأستاذ بندر السليم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أيضا مدرب المنتخب يوسف ربيع، وأيضا نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وأيضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فريق الاتحاد والأهلي والفتح. نبارك للأبطال، نبارك لنادي الاتحاد، أيضا نبارك لنادي الفتح، ونبارك أيضا لنادي الأهلي هذا الانتصار وهذا التتويج لجميع الفرق. كل الفرق فائزة في هذا اليوم بالتأكيد. هذه الصورة الجماعية مشاهدينا الكرام تجمع كما ذكرت لكم برئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ بندر السليم وأيضا الفرق الفائزة. لا زالت الأفراح هنا في هذه الصالة، الجميع هنا طبعا فائزين مشاهدينا الكرام. بتواجد راعي حفل هذه البطولة رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، أيضا الشكر لمن قام على هذا الحفل والتتويج الجميل الذي يدل على اهتمام المسؤولين بكرة الطاولة وبالألعاب المختلفة. أيضا طبعا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله في عمل اللقاءات الميدانية مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بندر السليم وايضا يوسف ربيع. بس يمكن ضايعين شويه عن الشباب في الكاميرا. طبعا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. ينضم الى جانبي الاستاذ بندر السليم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. استاذ بندر احييك عبر السعودية الرياضية، الف مبروك هذا التتويج لجميع الفرق الفائزة، الف مبروك على نهاية هذه البطولة الجميلة. الله يحييك ونشكركم لتواجدكم المستمر الطاقم الرياضية، والحمد لله كانت بطولة مميزة الحمد لله ورائعة. طبعا توجها فريق نادي الاتحاد بحصول على الكاس ونادي الأهلي بالثاني، والحمد لله رب العالمين في يعني ما قصروا اللاعبين حقيقة في حرصهم واستمراريتهم في التمارين يحققون البطولات الداخلية تكون بإذن الله داعم لهم لتحقيق البطولات الخارجية بإذن الله. أستاذ بندر أسألك سؤال يمكن الجميع يعني يبغى يسأل أستاذ بندر، عندما تشاهد لاعبين من نادي واحد على نهائي كأس الاتحاد السعودي هذا دليل على فيه تنافس حتى داخل الأندية وليس تنافس ضد الأندية. أكيد طبعا، أول شيء حقيقة يعني نشكر دائما نادي الاتحاد الحرصة على اللعبة وتقديم جميع الخدمات للاعبين، أيضا يعني جميع اللعيبة اللي يبرزون في الأندية ما يقصر نادي الاتحاد وكذلك نادي الأهلي وبعض الأندية الأخرى في استقطاب اللاعبين المميزين لحبهم للعبة وحرصهم أنهم يكونون باستمرار الأبطال فيها، هذا اللي يدعى الاتحاد دائما مميز فيها. بندر السليم اليوم يمكن تقريبا هذا أول موسم لك رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، إنجازات يعني لم تسبق المنتخب السعودي أن حصل عليها قبل ما يستلم البندر السليم. لا ننقص عمل الآخرين لكن من يعمل يذكر. أنت قبل ما تستلم هذه رئاسة الاتحاد السعودي المنتخب السعودي لم يكن يفوز على فرق كبيرة لها خبرة ولها مجال في هذه البطولة أو في هذه اللعبة. الآن السعودي من 92 إلى مركز 52 في التصنيف الدولي. هناك عمل يعني تعملون أنتم كرئيس الاتحاد السعودي وأعضاء مجلس الإدارة. لا حقيقة أول شيء أقدم الشكر الجزيل للاتحاد السابق، حقيقة ما قصروا، إحنا استمرار لنجاحاتهم، كذلك اللاعبين السابقين ما قصروا، وهذول كلهم امتداد اللعيبة، ما في اتحاد يبدأ من البداية أو من الصفر، جميعها امتداد لما قدموه الاتحاد السابق برئاسة الأستاذ محمد الحسيني حقيقة والدكتور محمد الرويش وجميع الأعضاء السابقين.
ايضا البطولات كلها بطولات يعني بامتداد البطولات السابقه، الحمد لله يعني نحرص على اولا المحافظه على البطولات يعني السابقه سواء في الاتحاد السابق او اللي قبله، وايضا يعني باذن واحد احد يكون فيه بطولات افضل ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. دائما يقول لك اول سنه انا اجمع اموري اشوف ايش لي وش ما علي. السنوات القادمه بماذا تعد الجمهور السعودي والمحب لهذه اللعبه؟ باذن واحد احد ان شاء الله انه يكون ان شاء الله مستقبل جيد، خصوصا انه احنا في قاره اسيا يعني نقع في نخبه كره الطاوله في قاره اسيا، لكن ان شاء الله يعني نقدم افضل المستويات سواء على القاريه او الدوليه باذن الله. انا اللي اعرف يمكن الشرق اسيويين هم صعبين شوي. هم الشرق اسيا تقريبا هي هم مهد اللعبه. الف مبروك، شكرا. امين وياك، الله يعطيك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام نشكر الاستاذ بندر السليم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، لازلنا متواصلين معكم مدير هذه البطولة. احييك عبد الكريم عبر السعودية الرياضية. الف مبروك نجاح هذه البطولة، ايضا الف مبروك للفرق الفائزة. كيف رأيت هذه البطولة بشكل عام؟ المباركة لجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطاولة. هذه البطولة نتاج عمل جماعي لأعضاء مجلس الإدارة بلجانه المختلفة. حكم أني أنا مدير هذه البطولة، هذه نقلة تاريخية في اتحاد كرة الطاولة، حيث لم يتم تحديد الفرق من الأول إلى 16 منذ تاريخ انطلاق اتحاد كرة الطاولة أو إنشاء هذه اللعبة في المملكة العربية السعودية. على المستوى الفردي لم يتم هذا الشيء إلا مع الاتحاد الجديد. نحن كأعضاء مجلس إدارة نزلنا إلى الميدان، وأنت شايف أعضاء مجلس الإدارة الآن ابتعدنا عن الغرف المغلقة ونزلنا للميدان لإنشاء أو للتعرف على السلبيات والإيجابيات الموجودة في الميدان لمعالجتها في المستقبل وتشخيصها. عبد الكريم، اليوم نشاهد على النهائي لاعبين من نفس النادي، من نادي الاتحاد، نايف الكابتن نايف وايضا الكابتن عبد العزيز العباد. هذا شيء متعارف عليه، يعني شيء يحدث حتى في الاتحادات الدولية، انه نادي واحد ممكن يكون منه في البطولة الفردية انهم يتقابلون على النهائي، وهذا شيء موجود حتى لو تجي للتصنيف الدولي، موجود. لعبت في بطولة آسيا بطولة فردي فريق لاعبين من مستوى من دولة واحدة. هذا بالعكس يدل على قوة البطولة. شكرا لك عبد الكريم. عفوا، وشاكر للقناة الرياضية هذا التواجد، واتمنى لكم التوفيق استاذي. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية. كما تشاهدون فرحة نادي الاتحاد بالتتويج كبطل كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. لازلنا متواصلين معكم. طبعا ننتظر الكابتن يوسف ربيع مدرب المنتخب السعودي الذي يعني بودنا ان نساله عن هذه البطوله وعن اللاعبين المشاركين في هذه البطوله. يوسف ربيع كابتن مدرب المنتخب السعودي، وايضا الاستاذ عبد العزيز الطاهر رئيس لجنه المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ينضمون الي بجانبي الان. كابتن يوسف، اليوم ما شاء الله قبل ما اقول لك مبروك، لاعبين من نادي واحد، تنافس حتى داخل الانديه وليس ضد الانديه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطوله النهارده حاجه جديده، اول مره الاتحاد السعودي لتنس طاوله يربط بطوله فردي ببطوله كاس الاتحاد، وده يعني طبعا انا اول ما جيت كنت اتمنى ان عدد البطولات الفردي تزيد، وفعلا هم الاتحاد وعد بكده، وانت شايف المنظر النهارده ابداع، يعني حاجه ابداع. الحمد لله ان قدرنا نعمل بطوله فردي. طبعا النهائي كان اتحاداوي بين اللاعب اقوى 2 لاعبين في السعوديه، كابتن عبد العزيز العباد وكابتن نايف الجدعي، حاجه مش غريبه. وطبعا هم عندهم منافس قوي قوي اللي هو علي الخضراوي، ويعني بس طبعا نايف كان معاه قبل النهائي ورجح كفته، بس المنظر جميل واللعيبه الحمد لله مستواهم عالي، لياقتهم كويسه، فنيا في الطب الحمد لله. كابتن يوسف، بالتاكيد انت متواجد
منذ بدايه البطوله وشاهدت اللاعبين عن قرب، وانت مدرب المنتخب بالتاكيد تعرف نايف الجدعي جيدا وتعرف عبد العزيز العباد، ايش اللي رشح اليوم عبد العزيز العباد ليفوز على نايف؟ عبد العزيز العباد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ السعوديه على مر، يعني طبعا في برضو عندنا كابتن نبيل المجهوي، كابتن رائد حمدان، كابتن حلمي زاهر. عزيز العباد يعتبر من الناس اللي عامله تاريخ قوي زي الاسماء الكبيره اللي انا قلتها، وبعتذر عن اي اسم انا ما قلتوش. بس عبد العزيز عباد لعيب قوي جدا، كان هادي، امتاز في البطوله دي بالهدوء والتفكير، كان يعني خططيا هو الافضل، وفعلا هو فاز على نايف احد اقوى لاعبي السعوديه، يعني اعمده المنتخب عبد العزيز العباد ونايف هم اعمده ولكن عبد العزيز العباد امتاز بهدوء وتركيز، كسب 3-0 ومبروك عليه. يعني هل اجتمعت معهم قبل بدايه هذه المباراه؟ هل ذكروا لك اشياء الكابتن نايف والكابتن عبد العزيز؟ والله كل اللعيبه قبل مباراه النهائي بيفضل انه يركز مع نفسه عشان يبقى حاطط الخطه اللي هو هيلعب بيها، فبحاول ان انا قبل المباريات بالذات الفردي واثنين يعني لعيبه من اللعيبه الافضل عندي، فما بفضلش ان انا هما الاثنين هيلعبوا مع بعض، ده عزيز وده عزيز اخوات، فيعني بيفضل انك تسيبهم يركزوا يعني. شكرا لك كابتن يوسف ربيع مدرب المنتخب السعودي، والف سلامه ايضا على الحمد لله، اصابه خفيفه اثناء التمرين والحمد لله ربنا كرم، ويعني بتعافى مع العلاج الطبيعي والحمد لله. طبعا اثناء التمرين كان في اصابه احد الفقرات كانت ضغطه على الاعصاب، بس الحمد لله بالعلاج الطبيعي في تحسن كبير قوي قوي قوي، الحمد لله الحمد لله. شكرا للكابتن يوسف ربيع مدرب المنتخب السعودي، ايضا عبد العزيز الطاهر رئيس لجنه المنتخبات بالاتحاد السعودي لكره الطاوله. نبارك لكم هذا النهائي وهذا التتويج الجميل ما بين الانديه الفائزه بهذه البطوله. الله يبارك فيك، وبأخص الشكر لكم انتم كقناة الرياضية على هذا التغطية والمتابعة، وهذه بالعكس يعني نتائج تعب نادي الاتحاد ومجهودهم، وفريق يستاهل حقيقة لأنه يضم من أفضل اثنين على المملكة مصنفين في المنتخب السعودي. ايضا نبارك لك الشهاده الدوليه من الفيفا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا، يعطيك العافيه. عبد العزيز، كيف رايت هذه البطوله والمنافسه ما بين اللاعبين؟ والله كانت منافسه يعني تنحصر كان افضل اللاعبين المصنفين في المنتخب، وهم متركزين في نادي الاتحاد ونادي الاهلي، وايضا عندنا لاعب في نادي الفتح، وبقيه الانديه مثل السلام والخلود ايضا عندهم، وايضا نادي العرض عنده لاعب ايضا. واذا يعني المنافسات تكون محصوره لان اللعبه فرديه. الله يبارك فيك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام نشكر الكابتن يوسف ربيع مدرب المنتخب السعودي، وايضا الكابتن عبد العزيز الطاهر رئيس لجنه المنتخبات مع هذه الفرحه الاتحاديه ورقصه المزمار كما يحبوها اهل الغربيه. ننهي تغطيتنا الميدانيه مشاهدينا الكرام لهذه البطوله. الف مبروك للاتحاد، الف مبروك للاهلي، الف مبروك للفتح. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه، شكرا لمن كان خلف هذه الكاميرا سعيد المزراقي، وايضا في العربه عماد الموسى والشباب الموجودين في النقل الخارجي. الى اللقاء.